عسلامة عسلامة البنات، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين. أول حاجة نحب نقولكم إذا كان أول مرة تشوفوني ماذا بيا تشتركوا في القناة نتاعي وتفعلوا الجرس هكاك يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش في الجيم ويلا نبدأ مع بعضنا الوصفة متاعنا اليوم. حبيت نعمل خبزة جاتو بالفريز وعملت معاها خبزة جاتو عادية معناها كيك بالكاكاو نورمال. لل للوصفة الأولانية معناها الكيك بالفريز وإلا معناها الجاتو بالفريز استحقيت نصف كاس زيت، باش نستحق معاه وحدة خميرة متاع جاتو 11 جرام، باش نستحق ياغورتة معناها بالفريز، باش نستحق 5 كعبات عظم كيما تشوفوا، باش نستحق نص كاس زيت ونص كاس سكر كيما أي كيك عادي. أما شنوا هذايا باش نزيدوه الفريز، راهو الجاتو معناها تنجم تتحكم فيه كيف ما تحب انتي معناه. والياغورت بالفريز معناها بنكهة الفريز معناها زدتها شوية حليب معناها حليتها في شوية حليب. نجموا تعملوا أي نكهة أخرى، ما أنا حبيت نكهة الفريز على خاطر بطبيعتها معناها الكيك هذي بالفريز كيما تشوفوا 4 كعبات عظم عليهم نصف كاس زيت باش معناها نذوب السكر هذاك الكل والعظام بالكدا بالكدا. على فكرة أنا راني حطيتهم في معناها في المولينكس متاعي، تنجموا حتى بيديكم راهم فما حتى مشكلة، ترحيو بالكدا بالكدا العظم والسكر حتى لين يذوبوا مع بعضهم. حسيلو كيما تشوفوا لاني معني نحس العظم بالكدا بالكدا دخلت في السكر، تحسوا السكر متاعكم معناها ذايب فهمتوا ياكها. ومن بعد بالطبيعة باش نبدا نزيد في الفارينة. انا عندي كيما شفتوا من بالكل عندي معناها فارينة كيس كبير فيه 10 مغارف تقريبا فارينة وهذاك هو 10 مغارف فارينة ونبدا نزيد فيهم بشوية بشوية ميتويك هذي كان معناها كملت انا العظم والسكر معناها رحيتهم بالكدا بالكدا مع بعضهم كيما تشوفوا. باش نبدأ بشوية بشوية نبدأ نزيد في الزيت معناها بشوية بشوية نبدأ نزيد في الزيت متاعي اللي هو نصف كاس معناها قد السكر قد الزيت أنا عملت. والسكر ما عملتش برشا راهو حكاية 6 مغارف سكر أقل يمكن ولا هكا 7 مغارف ما فتش معناها ماهوش برشا برشا سكر باش ما تجينيش برشا برشا حلوة خاطر مع الفريز منحبهاش تجيني ياسر حلوة فهمتوا. وانتم معناها أحرار تحبوا تزيدوا السكر زيدوا على رواحكم معناها كمية السكر انتم تتحكموا فيها. لهنا باش نزيدها الياغورت ذيك بالجوب الفغيز وباش نزيدها هكا شوية حليب نحلها في شوية حليب معناها مقدار كاس. هي الياغورت بطبيعتها نصف هكا كاس زدتها شوية نصف كاس حليب ولاو كاس كامل معناها ياغورت وحليب باش نزيدهم. ومن بعد باش نبدا نزيد بشوية بشوية في الفارينة حتى نتحصل على معناها القوام اللي انا حاجتي بيه ان شاء الله. الفارينة بالطبيعة أنا معناها صفيتها قبل معناها غربلتها قبل هيكم تشوفوا باش نبدا نزيد بشوية بشوية ونخلط حتى نتحصل على القوام اللي أنا حاجتي بيه. حاسيلو ما تجيكمش جارية برشا ما تجيكمش يابسة برشا معناها انتوما هيكم تشوفوا معناها يبدا القوام متاعها باهي متاع كيك. هاكا نبدا نزيد في الفارينة متاعي بشوية بشوية ماذا بيكم معناها انتوما تتحكموا في هاكا توكا باش نزيدها الخميرة جاتو 11 جرام من هذيك زدتها الكل ما نكذبش عليكم معناها عندي متاع 7 جرامات مي المرة هذه معناها خديتهم متاع 10 جرامات 11 جرام قلت ميساج خليني نحطها. ما بطبيعته المول متاعي معناها كبير معناها ما تقلقنيش مش باش تطلع برشا برشا هاي كيما تشوفوا بشوي بشوي حتى نتحصل على القوام اللي حاجتي بيه. انا بريسك استعملت ال10 مغارف هذوكم يعني ال10 مغارف فارين هذوكم استعملتهم شوفوا كيفاش جاتني ما شاء الله تابعة معناها جات بالكدا بالكدا هاكا القوام متاعها لا هو جاري لا هو يابس فهمتوا. وانا بطبيعتي تويكا باش نزيدها الفريز قصيته حطيت فيه شويه سكر عصرت عليه القارص وجا بنين من بعد ما نحكي لكمش. هسي حطوا الكمية اللي تحبوا عليها انتم انا ذيك معناها بريسك برشا كعبات ما عادش انا 10 كعبات 11 كعبة فريز قصيتهم وحطيتهم. هسيلو مش نحطهم تويكا مع الخليط هذاك ونخلطهم الكل ومن بعد ندهن المول متاعي بالزبدة ولا بالزيت شنو تحبوا انتوما. حسيلو ما شاء الله الريحة طلعت تهبل وقتها. وكعصرة القارص معناها تزيد تعطي هكا قول للكيك محليه متاع الفريز جربوها واحكموا ان شاء الله.
كيما قُلت لكم أنا باش معناها باش نحط المول متاعي باش ندهنه بالكدا بالزبدة باش من بعد نجم كي نخرّجها معناها ولا نقلبها، حبيت نحطه في المول هذايا، قُلت هاكا تجيني من بعد مزيانة محلاها، هيك باش نحطها في الفور تطيب على روحها ونمشي معاكم نزيد نعمل كعبة كيك أخرى عادية معناها بالكاكاو، هيك حبيت معناها ندلّلكم اليوم. صدقوني هذا الفيديو عملته نهار السبت اللي فات فهمتوا، وبخلت عليه على المونتاج والله ما نكذبش عليكم البنات ما عنديش جو برشا كيما تشوفوا المشاهدات طايحة ولا شنوا، ومعناها وعدد المشتركين مرة ينقص مرة يزيد كل مرة كيفاش فهمت واحد يبخل ما فماش معناها حاجة تشجع والله، وأنا والله كيما قلت لكم يا البنات حليتها وندمت على خاطر أول حاجة بنتي مازالت صغيرة فهمتوا. وأنا مانيش نعمل في روتينات جيست نعمل في وصفات معناها متاع طبخ والكل، هاكا ساعة نتفكركم هاكا بوصفة للشعر ولا عندي برشا الحقيقة ما هبطتش حتى وصفة، أنا بطبيعتي ما مازلت ما عملتش حتى وصفة لروحي ما لقيتش هاكا الوقت جيست هاكا دي كريم معناها عاديين متاع كريم دي جور ولا ذوكم لي زيكرون متاعي نورمال، حاسين إن شاء الله كان هبطت حاجة تو نوريهاكم وبربي بارطاجيو القناة متاعي معني لأصحابكم أحبابكم هكايا باش على قليلة تطلع هاكا شوية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حاسين نبداو في الكيكة متاعنا الثانية إن شاء الله اللي بالكاكاو عادية معناها عادي كنت باش نحط فيه الزبيب ومن بعد قلت لأ تو مرة أخرى إن شاء الله نعمل لكم كيك بالزبيب وحده معناها. حاسين وهذي 3 كعبات عظم. على فكرة جيت نفركس في السكر نلقى السكر هذاك اللي آخر مرة أنا عملت به الكيك هو فاي، هاكا حطيت الحليب والسكر هذاك اللي عندي توابع هذاك سكر، حطيت حسيلو 5 توابع سكر وشوية حليب وهاكا بشوية باش تحبوا معناها تحبوا في المولينكس ولا هاكا بيديكم كيفي أنا هاكا بالفرشيطة، هاكا معناها اختصرت عليكم الحكاية هاكا بالفرشيطة تنجم تعمل كل شي راهي. كيما تشوفوا لهنا معناها باش نكملها معناها والا بالباتور هذاك بيديكم ما يسالش ما تحيروش معناها والله واحد ما يحيرش. حطيت لها شوية زيت نصف كيس زيت وحطيت الحليب والسكر و3 كعبات عظم باش خلطهم بالكدا هذي مش باش نحط فيها لا ياغورت لا حتى شي، جيست معناها كيك عادية جيست بالكاكاو يظهر لي تقص لي منها هكا جزء هكا صغير يظهر لي مازلت هكا نشوف لهنا باش نزيدها الفارينة حاسيلو نزيدو حاسيلو ونشوفو احنا معناها انتي بعينيك معناها تشوف القوام اللي حاجتك بيها وكا معناها باش نزيدها زادة خميرة الجاتو ياك هاو ماذا بيكم معناها تزيدوا بشوية بشوية باش ما تتكعبلكمش هاك الفارينة باش تجيش فيكم هاك الكعابة هكاكا فهمتوا، وكما قلت لكم بالفرشيطة راه تنجم تعمل كل شيء معناها مش لازم لازم عندك كان ماكينة ولا عندك معناها مولينكس وعندك عادي حتى باليد نجم تعمل كل شيء، أنا قبل ما نشري حتى شي كنت هكا معناها بيدي نعمل كل شيء، وتجيني كعبة كيك وبنينة ومحلاها، هاكا اليد تعوض الحمد لله واحد عنده يد تعوض كل شيء. حسيلو كيما تشوفوا لهنا هاكا ما خليتلهاش هاك الكعابر متاع الفارينة فهمتوا، بشوية هاكا ونزيد نركضها بالكدا بيدي باش ما تبقاش هاك الكعابر فهمتوا، والله ويمكن حتى أسهل من الماكينة معناها عادي. هاكا كيما تشوفوا لهنا باش نزيد نلمها بالكدا وباش نزيدها الكاكاو يظهر لي فاصة الكاكاو هي اللي مش تقصت لي في بالي التليفون يصور يا أخي ماهوش يصور ميساج. هسه باش نزيدوها البودرة متاع الكاكاو معناها أي نوع كاكاو عندكم انتم تحبوا معناها، والا تزيدوها البودرة هذيكا متاع الشوكولاتة ولا البيبيت هذوك متاع الشوكولا ولا تحبوا تزيدوا شوكولاتة عادية معناها تذوبوها معناها في بغماغي ومن بعد تصبوها في مع الخليط هذاكا وتحطوها في الفور معناها تجيكم زادا كيك محلاها. هاسي كيما قلت لكم البنات صدقوني مش عارفة تويكا شنو ماني باش نحط لها يظهر لي كاكاو، المهم كيما قلت لكم تقصت عليا التصويرة هاكا القوام اللي تحسن عليه ما شاء الله قوام باهي وهاكا معناها هاكا معناها كيما قلت لكم معناها تركضوا بالكدا جيست ما تخليوش ما تخليوش معناها الفارينة متاعكم تكعبر هاكا
كيما تشوفوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. راني ديما ننسى، هاكا صبيت لها الكاكاو لهنا، ومن بعد باش نوريكم هاكا صبيت لها أنا لهنا الكاكاو كيما شفتوا، وتوا باش نزيدها معناها شوية أخرى يظهر لي، باش نوريكم معناها البودر اللي استعملتها متاع الكاكاو. بعد باش تجينا حسيلو كعبة كيك زادا محلاه. ألا غالب ما وريتكمش معناها كل شيء خاطر مش يجيكم الفيديو طويل برشا، هو بالحق راني تعبت فيه الفيديو هذا بالكدا بالكدا، أما ميستاهلش. إن شاء الله تتفرجوا فيه للآخر. هاكا البودر متاع الكاكاو كان شفتوها، إن شاء الله تتفرجوا فيه على الآخر. هذا كنت باش نحطها في البلاطو هذاك، من بعد قلت ليه نعملها ندهن البلاطو هذا بالزبدة ونعملها هكا في البلاطو هذايا خير. عندي برشا ما طيبتش فيه الحقيقة، ونحبها كعبة الجاتو في البلاطو هذاك جبته من تونس. هسي باش نحط كعبة الكيك متاعي الطيب ان شاء الله في عقلها، ومن بعد تنوريكم كيفاش الزوز معناها طابو ما شاء الله. غسيلوا البنات كيما تشوفوا هيك حضرت خبز الجاتو متاعنا ولا الكيك كيما تحبوا تسميها، طابت بالكدا بالكدا. هاكا الفريز معناها ظاهر هكا شويه. توا بالطبيعه عندي شويه فريز عصرت عليه شويه قارص، وعندي لهنا كريم شانتي باش نزينوها ان شاء الله. الزينه كيما تحبوا نتوما، تحبوا تخليوها كيف ما هي يدي نزيد بالشوكولاته كنت نعطي فيها لبنتي، كيما تحبوا تخليوها كيما هكايا، ولا تحبوا تزينوها. انا مش نزينها ان شاء الله. شوفوا معي كيفاش نزينها. حاسيلو يا البنات كيما شفتوا باش نزينها. يمكن في التليفون تظهر هكا بيضة هكا من فوق، ما راهي طايبة. يمكن تظهر لكم هكا بيضة شوية معناها في التليفون، حسيتها توكا كي نعمل في المونتاج حسيتها كأنها هكا بيضة ماهيش طايبة بالكدا، ما هي اللي راهي طايبة في حقها معناها. عملت لها الكريم شانتيه كيما تشوفوا، ومش نزينها بالفريز. عندي معناها فريز كعب بقالي قصيته هكا كل كعب على زوز باش نزيد نزين بيه. عصرت زدتو حسيلو هكا عصرة قارص باش نزين بيه. حسيلو زينة كيما شفتوا كريم شانتيه خاطر البنات راهم يحبوا ياكلوا. انا المكثر هيك نطيب لبناتي معناها باش هكا يشيخوا هكا بحاجة ياكلوها والكل. ألا غلب من بعدك الكريم شانتيه والكل خاطر الكوجينة سخونة، وما نحكي لكمش الطقس نهار السبت سخون 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 يهبل. ياك هو ذابت لي فهمتوا، انا ديريكتومون ما حطيتهاش في الفريجيدير فهمتوا. حبيت نصورها والكل يا اخي. خاطر زاد الفور يمشي، خاطر حطيت انا كنت تفكروا الكيكه الاخرى نتاع الكاكاو زاد في الفور، دونك الكوجينه سخونه. ياك هو ذاب لي شويه شو اسمه هذيك الكريم شانتي ذاب لي، مي والله معناه الكوم تاعها جا بنين 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 يهبل. شويه هكا تفزدت لي مي ميساج ما فما حتى مشكله. ان شاء الله تجربوها ان شاء الله تعجبكم. حسيلو يا البنات كيما تشوفوا هكا تلكزت لي شويه، لا غالب الدنيا سخونه كيما تعرفوا وما شدتش فيها. كان عملتها بالسكري جلاسي يمكن خير ميساج، انا خاطر البنات يحبوا مع الكريم شانتي والكل. باش نقص لكم منها شويه هكا تشوفوها. الله غالب ما كتبش باش تجي هكا كعبه كيك باهيه، اما صدقوني معناه في البنه همش معناه باش نعطيكم الراي نتاعي بكل صدق معناه بكل صراحه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. القصان ما قصيتهاش بيا ميساج. بسم الله هيكم تشوفوا والله ما شاء الله معناها من داخل كيفاش. شوفوا معناها من داخل ما شاء الله ما نحكي لكمش والله. وديجا كلها فريز معناها من داخل تجي معناها محلاها والله. شفتوا كيفاش الفريز ميسالش. حاسين نستناو دقيقة نفهم مع بعضنا. ان شاء الله يطلع بركة يصور التليفون. يصور. خاطر ديما يعملها بيا راه. حسي وهكا معناها لهنا المرسول باش نعطيكم الرأي متاعي بكل صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. ما شاء الله والله قسما بالله
ماهيش حلوة جملة باهية هكاكا. اللي يحب معناها يزيد السكر، خاطر أنا عملت كان شفته نصف كيس سكر، معناها حكاية 8 مغارف ولا حاجة كيما هكا. اللي يحب يزيد معناها يزيد، مي والله العظيم بنينة 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 تهبلها. شوف، أقسم بالله بنينة. إن شاء الله وصفتي لليوم تكون عجبتكم. الكيك اللي بالفريز، الله غالب التزيين متاعها ما كانش حاجة طيارة طيارة طيارة، والله الدنيا سخونة الله غالب. ما حقني رامت إلا سكر غراس هكا، وشوية معناها كيما، وإلا شوية هكا شو اسمه نواد كوكو، وراني زينتها بشوية فريز من فوق وكها. ميساج جربوها على ضمانتي بحول الله تنجح لكم وتجيكم وصفة طيارة برشا برشا. اما شنو ما تعملوش الكريم شانتي كيفي انا. حاسيو ان نكملوا من بعد ونشوفوا مع بعضنا الكيك بالكاكاو كيفاش خرجت، وهذاك هو حاسيو. حاسيلو يا البنات كيما شفتوا جيت والله كيك بنينة 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 تهبل، صدقوني ما خلاوش فيها حتى شيء. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. الله غالب كيما قلت لكم الزينة راتي، الله غالب ما جاتش باهية. وهكا حاسيلو عملت العشوية متاعي. حطيت لهم حاسيلو شوية هكا سيرو متاع فريز، اللي يسكنوا لهنا في فرنسا يعرفوه هكا، يبدا سيرو ونزيدو حاسيلو شوية ماء، وهو القوم متاعو فريز، فما نعناع فما برشا انواع. عملت بالفريز وعملت هكا كل واحد هكا هكا شوية هكا جاتو مرسو جاتو بالفريز ومرسو جاتو بالكوكو بالكاكاو كيما تشوفوا. وهذيك هي كانت عشويتي لنهار السبت. إن شاء الله يا رب الفيديو هذا يعجبكم وتتفرجوا فيه وتعطيوني رايكم بصراحة. وبربي بربي ماذا بيكم معناها تكملوا لي الفيديو الكل، على خاطر كما تعرفوا والله سوايع ناقصة و ما نحبش نبقى نشكي برشا برشا. حاسين ردوا بالكم على رواحكم ونحبكم برشا برشا. ربي يوفق الجميع وبسلام، وفي فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.